يبدأ الكثير من الجدل. شارك في الحصة التدريبية الموالية بصورة عادية، ما أراح كثيرا الناخب الوطني وحيد هاليلوزيتش، خاصة وأنه لا يزال يعاني من ضغط كبير بعد اختياره للقائمة النهائية المشاركة في المونديال. أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم رابع حصة تدريبية له بمركز أرسي سبور، والتي عرفت تطمين حسن يبدا للجماهير الجزائرية بعد أن كان يعاني على مستوى الكاحل. Non, c'est pas une blessure grave. J'ai reçu un tacle hier, mais c'est juste un coup. Donc, je pense que demain je serai à l'entraînement. ودارت الحصة بوجود جميع اللاعبين وفي أجواء جيدة، لكن ما شد الانتباه غضب الصحفيين الجزائريين بعد أن سمح هاليلوزيتش الناخب الوطني للاعب واحد فقط بالتصريح، رغم أن الفاف برمجت منطقة مختلطة. اليوم تفاجئنا اليوم لحقنا لا سيونس دونطريمون تاع ليك ناسيونال سيتي بريفي زون ميكس. المدرب بعث لنا حسن يبدا بور فير ان ديمونتي على اساس واش بليسي. سي اون انفورماسيون كي نا با ايتي ميم با كومونيكي سور سيت لا فيدراسيون. جو بونس كو المدرب هذايا او يهين مره اخرى الصحافه الجزائريه. هكذا أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم رابع حصة له تدريبية هنا في البرازيل، وبالذات في مركز سوروكابا، وسط غضب صحفيين الجزائريين الذين تفاجأوا بوجود لاعب واحد صراحة هو حسن يبدا، الذي أكد أن إصابته ليست خطيرة وسيعود إلى تدريبات غدا إن شاء الله. مبعوث البلاد إلى سوروكابا لطفي صاري. تقص كل من البرازيل وكرواتيا شريط المباراة الافتتاحية لكأس العالم، أين ستكون الأنظار مشدودة لمعرفة ما إذا كان نجوم السامبا سيستعرضون عضلاتهم أمام المنتخب الكرواتي الذي يسعى هو الآخر لتحقيق المفاجأة والفوز على الفريق المستضيف لنهائيات الكأس العالمية. ستتوجه كل الأنظار اليوم على ملعب الكورينثيانز بمدينة ساو باولو، حيث ستشهد بلاد السامبا شرف انطلاق المباراة الافتتاحية في نسختها العشرين من كأس العالم بين العملاق البرازيلي صاحب ال5 ألقاب عالمية الذي يعول على إضافة السادسة في خزانته، والمنتخب الكرواتي الطموح الذي لديه الكثير ليربح للإطاحة بسيليساو في معقلهم وأمام جمهورهم في أول لقاء من المونديال التاريخي. سيكون كل الضغط ملقى على أكتاف المهاجم نيمار وزملائه للفوز باللقاء وطمأنة الجماهير وتحقيق انطلاقة جيدة في كأس العالم التي تحتضنها بلادهم، حيث ستعطيهم دفعا معنويا قويا وتزيح عنهم الضغط الكبير الذي يعيشونه منذ مدة بسبب المشاكل الكبيرة التي تواجهها البلاد من العام الفارط، بحيث سيعزز ذلك حظوظهم في بلوغ الدور الثاني، وهم مرشحون بقوة لتنشيط اللقاء النهائي على أرضهم. وبالنسبة للمنتخب الكرواتي فسيلعب مدربها نيكو كوفيتش بتشكيلة عالمية تضم لاعبان فقط يلعبان في كرواتيا، أما بقية اللاعبين فهم يحتاجون